احفظ الله تجده تجاهك، في رواية أمامك. معناه أن من حفظ حدود الله وراعى حقوقه وجد الله معه في كل أحواله، حيث توجه يحوطه وينصره ويحفظه ويوفقه ويسدده، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال قتادة: من يتق الله يكن معه، ومن يكن الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. هذا ما له علاقة يا إخوان إذا في أزمة أو ما في أزمة، في تضخم أو ما في تضخم. احفظ الله تجده تجاهك. التضخم عندي وعندك، بس عند الله ما في تضخم. الأزمة عندي وعندك، بس عند رب العالمين ما في أزمة. الضيق يحيط بي وبك، بس رب العالمين جل جلاله فوق ما خلق. ما عليك وما علي إلا أن تحفظ الله وأحفظ الله أوامره ونواهيه فتجده تجاهك. قوله تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، يعني أن العبد إذا اتقى الله وحفظ حدوده وراعى حقوقه في حال رخائه فقد تعرف على الله تعالى في ذلك الوقت، وصار بينه وبين ربه معرفة، فعرفه ربه في الشدة فنجاه من الشدائد بهذه المعرفة. لما هرب الحسن البصري من الحجاج دخل إلى بيت أحد مشايخه فقال له: يا أبا سعيد، أليس بينك وبين ربك ما تدعوه فيسترك من هؤلاء؟ ادخل البيت. قال: فدخل، ودخل وراءه الشرط فلم يروه. البيت باللغة العربية هو الغرفة، يعني غرفة مثل صالون هالجامع. وين بده يتخبى الحسن البصري؟ دخل الشرط فلم يروه، فذكر ذلك للحجاج الذي أرسل الشرط من أجل أن يأتوا بأبي سعيد الحسن البصري، فقال: بل كان في البيت، إلا أن الله طمس أعيننا عنه. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. خرج ابن أبي حاتم وغيره من رواية أبي يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله تعالى عنه يرفعه أن يونس عليه السلام لما دعا في بطن الحوت، سيدنا يونس في شدة كبيرة، مين بده يطالعه من بطن الحوت؟ ما في قوة بالدنيا من قوى أهل الأرض تستطيع إخراجه. لما دعا في بطن الحوت قالت الملائكة: يا رب، هذا صوت معروف من بلاد بعيدة، والله الصوت منعرفه. فقال الله عز وجل: أما تعرفون ذلك؟ قالوا: ومن هو؟ قال: عبدي يونس. قال: عبدك يونس الذي لم يزل يرفع له كل يوم عمل متقبل ودعوة مستجابة؟ قال: نعم. قالوا: يا رب، أفلا ترحم ما كان يصنع في الرخاء فتنجيه من البلاء؟ فقال: بلى. قال: فأمر الله الحوت فطرحه بالعراء. تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة.